السلام عليكم. النهارده عندنا اخبار قويه جدا. زيزو خلاص راح نيوم السعودي. موضوع طبعا منتهي، واتكلمنا ان هذا الموضوع لصالح نادي الزمالك، وهقول لكم دلوقتي برضو اشرف بن شرقي راح الريان القطري. هتكلم في برضو هذا الموضوع. النادي الاهلي بيسعى لضم عمر الساعي، واقترب بشدة وخد توقيع عمر الساعي لاعب وسط نادي الإسماعيلي، وبيجرب من طبعا من بن رمضان. لكن أشرف داري أعتقد يعني الموضوع أيام وتحسم الصفقة. المدافع القوي. هنتكلم عن كذا موضوع. في البداية لو مش مشترك اشترك معنا يصلك كل جديد، وقول رأيك في التعليقات. في البداية شوف كده، بص معايا الصورة دي، بص معايا الصورة دي. ده لاعب تركي اسمه أردا غولار. وشوف البنت اللي معاه دي، خلي بالكم ممكن تشوف الشبه. دي إسراء. إسراء بنت سهير رمزي، وده ابن سهير رمزي الممثلة المصرية، واللي اتجوزت واحد يعني رجل أعمال تركي، وأنجب منها أولاد. منهم ده لاعب ريال مدريد أردا غولار. وهو يعني بيتصور في ملعب المباراة مع أخته إسراء. أعتقد يعني الشبه واضح مع الفنانة سهير رمزي. عندنا حاجات مهمة جدا 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 لازم نتكلم عنها في البداية. موضوع زيزو، أنا قلت زيزو بيع يا زمالك. زيزو بيع. زيزو الزمالك هيستفيد ب6 مليون دولار، وفي مليون دولار لو على فكرة نادي نيوم السعودي ده درجة تانية. لو صعد الزمالك ياخد مليون دولار في حالة صعوده. اللاعب هياخد ما لا يقل عن 185 مليون في السنة. يعني وصل العرض الأكثر من 4 مليون دولار لزيزو لوحده في السنة، لمدة سنتين أو 3 سنوات يعني. اعتقد ده عرض مهم جدا. على فكرة ان نادي الزمالك حاول انه يجدد مع زيزو، لكن الرقم كان بعيد بالنسبة له، الرقم الكبير بالنسبة لنيوم. وبصراحة المبلغ 6 مليون دولار مبلغ جامد، يعني تستطيع انك انت تجيب بيه صفقات وتحل بيه مشاكل كتير. والزمالك عنده طبعا عارفين عنده مشاكل يعني مادية رهيبة جدا. فموضوع زيزو انا قلت بيع زيزو. زيزو لاعب، لكن انت ممكن تشتري فيه وتحل مشاكل كتير، وخصوصا اللاعب نفسه عايز يعني ايه يأمن مستقبل. وبن شرقي، بن شرقي قصة يعني كانت من البداية سيئة جدا. اعتقد بن شرقي مفيش تلهف عليه. هو بن شرقي كان بيسوق نفسه فقط هو بس. بن شرقي خلي بالك لاعب مخلص بالنسبة لنادي الزمالك بن شرقي، وفضل فترة طويلة مع نادي الزمالك. ولكن الموضوع صعب انك يعني خصوصا في مشاكل المادية لنادي الزمالك انك تجيب بن شرقي. لا، في لعيبة كويسة جدا، خصوصا بن شرقي وصل لمرحلة سنية كبيرة. طيب بالنسبة لزياد كمال، في لقطة مع الحكم النرويجي. فاكرين ماتش المغرب في ماتش الأولمبياد اللي اتغلبت فيه مصر 6؟ جبلوا بعد كده الحكم النرويجي. الحكم خلي بالك كان حاسب يعني 4 دقايق أو 5 دقايق، وبعد كده صفر في الدقيقة 90. راح له زياد كمال قال له خلاص صفر على كده. يعني كان طبعا 6، ومش عايزين الموضوع يعني يزيد عن الهدف السادس. الحكم النرويجي قال كده، قال ان اللاعب المصري اللي هو زياد كمال قال له يعني كفايه على كده. طبعا دي شخصية زياد كمال، شخصية انهزامية، لاعب انهزامي. يعني اصلا من العار انك تروح تطلب من الحكم انه يخلص المباراة. مفيش رجولة ومفيش يعني حكاية انك حتى تجيب هدف في المباراة وتناضل. يعني اعتقد الزمالك بصراحة اعتقد انه خلاص انا اعارته مع هذا اللاعب السيء جدا. النادي الاهلي بص كده الذكاء. النادي الاهلي اللعيبه اللي حاسها كويسه والمدرب مش مقتنع بيها زي ديانج عبد القادر وغيره اعاره، عشان ما يبقاش يعني ما يروحش الزمالك بعد كده. لكن اللعيبه اللي هو حاسسها لعيبه سيئه خلاص بقى، زي طاهر كهربا متولي، لا ده كله خلاص بيع، لانه هو عارف ان طبعا اكيد الزمالك مش هي يعني مش هياخد اي لاعب من دول. لكن الاهلي بيحاول. لكن انا شايف النادي الاهلي بطيء. يعني انت بتتكلم اذا قلنا عمر الساعي او بن رمضان، ده كله في نص الملعب.
لسه عايزين مهاجمين، ولسه عايزين جناح ايمن على اعلى مستوى. النادي الاهلي متاخر في الصفقات، متاخر جدا في الصفقات. لازم يحسم بسرعه على ان لازم تبقى لعيبه، وخصوصا في خط الهجوم لاعب افريقي، لاعب تاني ممكن يكون مصري، لاعب في الجناح اليمين على اعلى مستوى. بالنسبه للنادي الاهلي هي الاماكن اللي فيها ثغره، لكن نص الملعب اعتقد انه النادي الاهلي باللي موجودين دول يعني كافيين فيه. انت في عندك 7 8 لعيبه في نص الملعب كلهم على اعلى مستوى. يعني اللاعب اللي جاي هيقاعد لاعب متميز في الاحتياطي. لكن النادي الاهلي عايز مهاجم على اعلى مستوى، عايز لاعب جناح على اعلى مستوى. واتكلمنا موضوع الشناوي، يا ريت كنت انت يعني تبيع الشناوي وتوقف مصطفى شوبير. طيب، بالنسبه للسوشيال ميديا، بالنسبه لحسين لبيب ومش عارف، اعتقد ان نادي الزمالك هيفك القيد وهيبقى في صفقات. هو بس نادي الزمالك بيحب كده يعمل زي نظام مفاجأة في يعني في الانجازات. لكن مرتضى منصور لا يصلح طرح اسم مرتضى منصور. سبب الكوارث اللي موجود فيها نادي الزمالك كلها دي يكون مرتضى منصور. مرتضى منصور هو اللي طرد كل النجوم من نادي الزمالك. فاعتقد موضوع مرتضى منصور موضوع سيء جدا جدا، بعيدا من هذه الاداره اللي هي موجوده بالفعل وجايب انتخابات بالفعل. فلازم يبقى في دعم. لكن مشكله النادي الزمالك حاجه واحده بس، مشكلتها ان هو مدرب. هات مدرب كويس وهنتكلم ونعيد القصه، لا قصه لعيبه ولا زيز ولا بن شرقي. القصه قصه مدرب متميز. اتكلمنا اعتقد كتير في هذا الموضوع. النادي الاهلي برضه زي ما قلت لكم لازم يحسم في الاماكن اللي فيها نقص في اللعيبه. ما يركز في نص الملعب. ماشي، اشرف داري مهم جدا، مدافع قلنا محتاج. طيب، بالنسبه للدوري الليجا الاسباني، كان في مباراه بصراحه سيلتا فيجو وفيا ريال، انتهت 4-3 لفيا ريال. مباراه رايحه جايه، هدف وهدف وكرات في العارضه وفرص ضائعه وضربات جزاء في منتهى الاثاره والقوه والمتعه الكرويه. ربما تصنف واحده من افضل المباريات على مستوى التاريخ. يعني مباراة يعني فيها 44 تسديدة من الفريقين، كرات رايحة جاية، اللعب سريع ممتع. مباراة يا ريت تشوفها أو تشوف إعادتها حتى. اتفرج على مباراة ممتعة جدا جدا جدا. بالنسبة للدوري الأسباني اللي بصراحة مختلف. يعني تتكلم عن بدأ ينافس بقوة الدوري الإنجليزي، وإن كان الدوري الإنجليزي في مكانة تانية خالص، لأن الفرق كلها يعني على أعلى مستوى. شكرا لكم ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا.